فكرت قبل كده تسافر الأردن وما تصرفش غير دينارين ونص؟ ثواني، أردن إيه؟ الناس بتسافر باريس، بتروح روما، بتنزل في أمريكا، وانت رايحة الأردن. دي الجملة اللي سمعتها قبل ما أسافر الأردن بساعة، بس لما سافرت اكتشفت ردة فعل السياح لأغاني سبيستون. الله. You have a nice voice. Doesn't matter. You have a nice voice. بكل بساطة أنا أمنية وقررت أسافر الأردن يومين بس. في اليومين دول هنشوف أكلات الأردن: عمان، جرش، وعجلون. لو سألتوني إيه أهم حاجة في أي بلد تروحها؟ الحضارة؟ أكيد. الصور؟ ممكن. بيجنن. بس أهم حاجة بالنسبة لي الأكل. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ قبل الأردن حصل حاجة، رحنا جدة. ايه اللي جابك يا أمنية هنا؟ عشان البيك. أصل مين الغبي اللي هيسافر الأردن في 6 ساعات وهي ساعتين؟ خلينا نشوف واعرف هو ليه الناس دي عاملة حكاية وقصة عليه، وهل البيك هو ماكدونالدز الدول العربية في المستقبل؟ دلوقتي احنا هنعمل عملية جراحية. روح للناس يا حب. اخلصي بقى. بكل بساطة البيك فراخ محمرة مشطشطة بطبقة مقرمشة مع بطاطس، بس كده يا جماعة. ونتحرك بسرعة على طيارة رقم 2. فعلا يعني بدل ما يحطوا كراسي حديد يعملوا صالون، عايزين صالون ارخص. يعني بصي الحديد، طن الحديد بكام؟ صدقيني انا عامله الموضوع ده دراسه لسه عاملاها دلوقتي. ووصلنا الأردن. يعني انا حاسه ان انا في مسلسل تركي مدبلج. ايه الاكسنت الجميله دي. وقبل ما نبدأ الفيديو مرشدنا في الرحلة عبو. مين ده؟ انا معرفوش. ويلا نستكشف. اول حاجه خدت بالي منها ان البيوت على اطراف الجبال والتلال. رحت وسط البلد، والله الدول العربيه شبه بعض، يعني بجد فين الفرق؟ احنا في وسط البلد عندنا عادي. اول حاجه عملتها الفطار الاردني. مش قلت لكم اهم حاجه الاكل؟ احنا ما استناش وطلعنا على هاشم هو مطعم فول وفلافل من 1910، قبل ما انا اتولد وانت تتولد. بدايته كانت في فلسطين، والمطعم ده مش مجرد مطعم بالنسبه لعمان، ده معلم من المعالم، مفتتح في عمان سنه 1956. فاقدم مطعم هنا حرفيا. الفول والفلافل بقى مش هي الفول والطعميه بتاعتنا، يعني الطعميه عندهم بالحمص، والطحينه عندهم بالحمص، والفول عندهم بالحمص، والفته عندهم بالحمص. الواحه كلها ما فيهاش غير الحمص. وكده كده الشاي نازل من غير ما تطلبه، ده زي الميه كده. وزيت الزيتون اهم من الطبق الرئيسي نفسه. المهم تعالوا نستكشف. المسبح ده هنتعرف عليه دلوقتي. زيت زيتون. وعشان ما بانش تفصى قبل ما ناكل الكنافه، قالوا لي اهدمي يا امنيه وروحي اتفرجي على البلد بجد. فرحنا جبل القلعه. دي ايه بقى؟ بص المنظر من فوق. دي بقى حضارتين يا سيدي، بين الحضارة الأموية وبين الحضارة الرومانية على رشة حضارة بيزنطية. هما بس كل حضارة كانت بتبني أثرها وتمشي تشوف أكل عيشها، تحتل شوية وبعدين يجي بعدها حضارة تانية. الجبل نفسه ده كان مقر للحكم لحد ما جت الحضارة الإسلامية وبنوا فوقيه القصر الأموي. ومش بس كده، حواليها آثار من 1800 سنة فاتوا، ودي بواقي الكنيسة البيزنطية لحد دلوقتي موجودة هناك في الجبل من القرن السادس الميلادي. طب وإيه العمدان دي؟ ده معبد هرقل لو بنطقه صح يعني. لو ما تعرفوش إيه ده، بناه الإمبراطور الروماني أوريليوس. وعلى إن المعابد المفروض تكون مبنى إلا المعبد ده هو عبارة عن 6 عمدان ضخمة وبس. هرقل ده الإمبراطورية البيزنطية. وقلنا نجرب حاجة كده وندخل القلعة نفسها. أول حاجة لفتت نظري في المكان السقف، وصدى الصوت كان محلي صوتي. في العزم انتفضت يمناه. وانا فوق شفت حفرة كبيرة. ايه دي؟ ده بقى المدرج الروماني. هنا التكنولوجيا كانت موجودة قبل التكنولوجيا نفسها. قولوا لي ليه؟ عشان تقدر تقف والدواير دي صدى صوتك. بس ازاي؟ في نص المدرج في نقط، النقط دي لو وقفت فيها واتكلمت صوتك هيبقى مسموع بشكل افقي. قررت اطلع بس السلمة قد كده. مش عارفة الناس كان طولها كام متر زمان، ده السلم بدورين عندنا في العمارة. بس عشان أنا رياضية جدا كافئت نفسي بكنافة. كنافة يعني كنافة حبيبة. انا من حوار الاردن بصراحه. الكنافة اللي بتشد لحد ارتفاع برج خليفة. لحظة صمت. والروش بقى اني خدتها ورحت عند بكداش بتاع البوظة وحطينا عليها بوظة من فوق، ميكس سخن وساقع. هنكتشف دلوقتي. لا البوظة مش هي الايس كريم، انا سامعاكم على فكرة. البوظة اتقل من الايس كريم ودسمة شويتين 3 الصراحة.
انا مش فاهمه حاجه. زبده. تاكلها مره يجي لك غيبوبه المره اللي بعدها. تاني يوم بقى متوقعين اروح البتراء مثلا، قدامي 12 ساعه على الطياره ومحتاجه اسافر محافظتين واجرب المنسف. هل الطياره فاتتني؟ هل قدرت اسافر؟ انا اكتشفت حاجه. تعالوا نرجع في الزمن مرة. لما سافرت دبي ما رحتش برج خليفه، ولما عشت في مصر ما زرتش الاهرامات، ولما هاجي الاردن مش محتاجه حاجه يعني، اكيد مش هزور اشهر معلم هناك. بس المهم يلا بسرعه قبل ما الطياره تفوت نسافر. هنروح محافظتين، جرش وعجلون. جرش مدينة الألف عمود. طب هو مشهور قوي كده ليه؟ والمحافظة كاملة اتسمت باسم جرش. كان العرب الساميون زمان في الألفية الأولى قبل الميلاد سموها جرشو، ومعناها مكان مليان شجر. أما الإغريق سموها جراسة، كانت عند الرومان، بس العرب سموها جرش. اسم خشن وقبضاي، اسم عربي فعلا. جرش مدينة فيها حضارتين، الرومانية واليونانية. أول حاجة فيها بوابتين، أول واحدة البوابة الجنوبية اللي هي قوس هادريان، تحسها كده على شكل قوس ومنقوش عليها حاجات كتير قوي من فوق. والبوابة التانية هتقابلوها بعد ما تتمشوا شوية. هتتمشوا؟ لا تمشوا ايه، دي رحلة. بس حصل حاجة ما كنتش متوقعاها وانا بغني. You have a nice voice. Doesn't matter. You have a nice voice. I start looking in this I don't say that. I didn't say that. I just said you have a nice voice. Okay. عشان توصلوا ساحة الندوة، وكان زمان مكان تجمع الزوار والسوق الرئيسي لجرش. تخيلوا التحفة الفنية دي، كانت سوق المدينة زمان. لو بصيتوا فوق شوية هتلاقوا عمدان، بس برضو مش مجرد عمدان، ده معبد زيوس، الإله زيوس أو زوس باليوناني. في الحضارة القديمة زيوس كان إله السماء والبرق والرعد والقانون والنظام والعدالة في معتقدهم زمان. كيف لقيتي معبد زيوس؟ اللي يشوف الدنيا من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايوه. وانا ما عرفتش اشوفها في كل الحالتين عشان الشمس ضربت عليا. ولو طلعنا فوق شوية هنروح مسرح جرش، المسرح اللي كل سنة بيتعمل فيه مهرجان جرش للثقافة والفنون، بيغنوا فيه أشهر الفنانين زي كده. بعدين من الغرب كده لجرش هتلاقوا محافظة عجلون، وهنروح قلعة عجلون أو قلعة الربط أو قلعة صلاح الدين. طبعا انتم مفكرين ان القلعة دي اتبنت عشان تريح حد معين أو زيادة مباني وخلاص، بس دي قلعة اتبنت لسبب وحيد بكل بساطة، نقطة حماية في الجبل عشان تحمي خط سير المواصلات للناس اللي عايزة تحج من بلاد الشام للحجاز. والقلعة قريبة من وادي الأردن، موقع استراتيجي من غير GPS. انا هريح حبتي خلاص. بس خلصت القلعات. وقبل الطيارة بساعات هنسافر بالزمن من الآثار للعاصمة والمدينة. هنروح البوليفارد في عمان ناكل المنسف. المنسف ده والله أنا كمان كلته ومعرفش هو إيه. المنسف هو أشهر أكلة في الأردن، عبارة عن لحمة ورز وعليهم لوز محمر وبيتحط عليهم الجمين اللي هو اللبن، صوص زبادي بس طعمها كريمة، وما تاكلوهاش بالمعلقة، بتتاكل بالإيد. اي اها اردني. وكده خلصنا 3 محافظات وفطرنا واتغدينا واتعشينا في يومين. جينا للسؤال المهم، ازاي يا أمنية سافرت الأردن ب2.5 دينار؟ هو ده هزار؟ لا دي حقيقة. لو سألتوني صرفت الدينارين فين، ال2.5 دينار دفعتهم في شاورما الضيعة. الصراحة كرم أهل الأردن غريب. الأردن من أكتر الشعوب كرم أنا شفتهم في حياتي. الأردن من الدول اللي بعد ما سافرتها قلت أنا هرجع لها تاني أكيد. وتعلمت رسالة مهمة جدا، واللي هي رسالتي من الفيديو ده، أصعب حاجة في السفر الخوف من التجربة، حاجة مجهولة. بس تخيلوا تسافروا وتاخدوا متعة السفر في دولة عربية بتتكلم نفس لغتكم، مش حاسين بالغربة فيها عشان احنا شبه بعض بطريقة تخوف، وبتجرب براحتك من غير ما تخاف حد يحكم عليك، كأنك رايح لقرايبك أو عيلتك، أو بس مسافر تزور حد تعرفه في بلدك حتى لو هي مش بلدك. الأردن علمتني الكرم، وإن قرايبي مش موجودين في مصر بس. كرم أهل الأردن خلاني أعيش فيها بدينارين بس. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.